الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فشهر رمضان شهر الانتصارات، لكن هناك انتصار من نوع آخر. هل أنت انتصرت فيه أم أنك هزمت؟ أولى هذه الانتصارات الانتصار على الرياء. الذين يعملون الأعمال لكي يحمدهم الناس أو يشكرهم الناس. انظر إلى القرآن الكريم وهو يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الويل واد في جهنم بعيد قعره شديد حره لمن يراء الناس بأعمالهم، فإن الأعمال لا تكون إلا لله عز وجل. بعض الناس لما يجي يتصدق يقول لك للفقير ادعي لي. يا اخويا ربنا عارف انت بتعمل ايه. شوف ربنا قال في اهل الاخلاص: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انت سيب العمل لله عز وجل، ربك هو اللي يثيبك. في بعض الناس عايز الناس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذه الأعمال شرك، فقال للصحابة رضوان الله تعالى عليهم: إياكم وشرك السرائر. فتعجب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال: الرياء. في يوم القيامة إذا جزى الله عز وجل الناس بأعمالهم قال للذين يراءون: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. انت كنت عايز كلام الناس وثناء الناس، روح للناس بقى، خلي الناس تديك. ربنا لا يعطي إلا لمن عمل لوجهه. الأمر الثاني: هل انتصرت على الشهوات وأنت في شهر رمضان؟ الشهوات أيوة. انظر إلى القرآن الكريم وهو يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الشهوات، شوف ربنا سبحانه وتعالى بماذا بدأ. لما بدأ لم يبدأ بالمال بل بدأ بالنساء. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. الزوجة النهاردة أو المرأة عامة تاخد الولد ويعاد أبوه وأمه، ممنوع تخش البيت، ما تكلمش أمك وأبوك، ده هم اللي ربوك، هم اللي اداهولك. لا. ولذلك الإمام القرطبي عليه رحمة الله يقول في الجامع لأحكام القرآن أن فتنة المرأة اثنتين والولد واحد. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين. بدأ بالمرأة وبعدين الأولاد. ليه؟ قال: أن المرأة تأمر الرجل بالكسب من الحرام وقطع الأرحام. كسب من الحرام أنا عايزه، إزاي ما أعرفش؟
يوم الراجل ينتبه للحرام يجيب حرام. وقطع الأرحام، أمك وأبوك وإخواتك وأهلك تقطع الرحم. وللأسف ليس هناك رجال يسمعون لكلامهم، بل كلام المرأة يمشي على الرجل إن كان رجلا ويقطع الأرحام. سبحان الله. ولذلك الشهوات دي موجودة. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر جملة من الأنبياء في سورة مريم، ذكر بعدهم ماذا؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هيروح النار اللي بيتبع شهواته. ماذا تصنع أمام الجبار في يوم القيامة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله. الأمر الثالث هو الشح والبخل. الناس اللي معاها أموال تنتبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر فقال إياكم والشح. الشح اللي هو أمر من البخل، أشد. إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. سبحان الله. ليه؟ خايف طلع مال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام 3 مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ولذلك ربنا زكى في القرآن الكريم من بعد عن الشح: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإنسان بيميل لهذا، كما قال الله عز وجل في القرآن: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. لما ربنا يديله المال يمنع المال. طب يا عم الغلبان له حق عندك، الزكاة ما يطلعش الزكاة، خايف يطلع الزكاة أو خايف ينفق من مال الله عز وجل. تعال بقى الكلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من صاحب مال أو ما من ذي رحم يأتي رحمه، واحد قريبه يروح له يقول له اعطيني من فضل الله عز وجل، فيمنعه ويبخل. ماذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلا أخرج الله له يوم القيامة حيا من النار يقال لها شجاع تتلمظ وتطوقه. شوف كلام النبي. يا اللي معاك مال وبتطلع له الزكاة، يا اللي ما بتديش الفقراء والمساكين، يا اللي ما بتصلش الأرحام وهم فقراء، النبي بيقول لك الحية مستنياك تطلع لسانها وبعد كده تلف حواليك تعذبك في يوم القيامة. أعطاك الله المال لتنعم به لكنك أبيت إلا أن تعذب به في يوم القيامة. منع الزكاة يوم القيامة يمثل له مال ثعبان يجري خلفه فاتحا فاه يقول له: أنا مالك، أنا كنزك، تعال فخذني فأنا اليوم عنك في غنى. فيمد يده ليأخذ ماله فيقضمها ويتبعها سائر جسده. يتخذ كله. المال عمل لك ايه؟ المال نعمة بس في طاعة ربنا سبحانه وتعالى لا في معصيته، فطهر نفسك وانتصر على هذه الأشياء. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.